تيمبوكتو. نهار كانت أفريقيا كتقرا وأوروبا كتسول. سمعتوا من قبل على مدينة وسط الصحراء ماشي فيها نفط ولا مصانع، ولكن كانت فيها كنوز من نوع آخر: العلم، الكتب والمعرفة. هذه هي تيمبوكتو، المدينة اللي كانت زمان فخر إفريقيا. كانوا كيجيو ليها الناس من أوروبا باش يتعلموا، وكان فيها جامعات قبل ما تولي الجامعات مشهورة عند الغرب. تصور معايا، أكثر من 700 ألف مخطوطة في مجالات بحال الطب، الرياضيات، الفقه، الفلك وحتى الفلسفة. وكان عندهم نظام تعليمي منظم، والعلماء ديالهم معروفين في العالم الإسلامي كامل. جامع سانكوري كان هو القلب ديال المدينة، مكان الصلاة والتعليم، وكان بحال أكاديمية كبيرة قبل أكسفورد وقبل السوربون. وزيادة على العلم، كانت تيمبوكتو مركز تجارة كبير، الملح، الذهب، الكتب، كل شي كيدوز من تما. وكانت بحال دبي ديال داك العصر، ولكن بالعقل والورقة والكتاب. ولكن للأسف الاستعمار والحروب والإهمال دمروا بزاف من هاد المجد، حتى بعض المخطوطات اليوم ما بقاتش، وكاين اللي بقى مخبيها الناس تحت الأرض باش يحافظوا عليها. تيمبوكتو ماشي غير اسم، هي دليل على أن إفريقيا كانت كتقرا، وكانت كتابها هو السلاح ديالها.